اسالك سؤال خبيث اتفضلي. علشان يبقى ده كده اكسكلوسيف آه. لاي مشاهد من البلكونه. ايه هو الليميت اللي انا اقدر اقول عليه ان هو ابروفمنت ان انا كبيشنت للاسنان وانا رايح لدكتور بيقول لي سعر مثلا الكراون قد كذا، ايه اللي هو احس ان انا مطمن وانا بسمع الرقم؟ لو زاد شويه هنقول ان هو مور كواليتي في الموضوع، لو قل شويه هنقول الدكتور عايز يكسب شويه. يعني ايه بقى؟ يعني فرنش كذا لكذا. هو انا مش فاهم السؤال ده، يعني هو اللي في دماغي ولا انت برضه هتلفي رايحه لرقم؟ مش قصدي الرقم ان هو يكون كذا، بس مثلا هقول لحضرتك حاجه، احنا بقينا في كوميونتي نيوتريشن عندنا مثلا في الابر بتاعه التخسيس زي ما الاسم المتعارف عليها في الشارع مثلا، فبقى معروف ان سعر مثلا اللي جاي من بره بقد كذا، السعر اللي موجود في مصر بقد كذا، الكلام ده. فاحنا بيحصل نيجوشيات كتير جدا لاي مريض رايح عند دكتور الاسنان بيحس ان هو محتاج ياخد قرض من البنك عشان يكمل العمليه. لا خالص. بصي اقول لك، هو الموضوع مش كده خالص. هو الموضوع له معايير كتير قوي. اوكي. اول حاجه مثلا انت ايه نوع الخدمه اللي هتتقدم؟ يعني مثلا اصل خدمات طب الاسنان خدمات كبيره قوي، يعني انت رايح تعمل تبييض وتجميل، تركيبات، زراعات، حشو. يعني هل اللي موديك لطبيب الاسنان الالم يعني شق علاجي ولا شق تجميلي اثاتيك؟ انت رايح لدكتور الاسنان ايه؟ يعني اوعدك ان الشق العلاجي يعني الفيز بتاعته بتبقى اقل شويه، لان ده حاجه اساسيه. احنا هنا بقى يعني انت رايحه، هو ده اللي انا كنت عايزه اعرفه. المريض راح يخاطب البني ادم اللي جوه الدكتور، مش رايح. انا بفكر انقذك. ايوه انا بفكر انقذك. ايوه انا معلش، انا لما يجي لي مريض تاني عنده الم لو هو عنده الم يعني هيتعالج اكيد، لان هي في الحاله دي عايز اقول لك على حاجه، هنا الكواليتي واحده. تمام. هي الكواليتي الضمير بقى.